السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتويو الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الارجنتيني. ماتش اللي ما كانش عادي، ماتش اللي كان مرون، اللي انتهى بواحد الطريقه اللي دراماتيكيه، اللي رون كل شيء. ماتش اللي الصراحه ماتش واعر. فبدايه بالمدرب ديالهم اللي خرج بواحد التصريح اللي كيلوح كاع الفشل ديالو وعدم المقدره ديالو على الفوز على المنتخب الوطني المغربي، وتيجيب اي حاجه باش يخفي اغلاط اللي داروا، الاخطاء اللي داروا والفشل ديالو، انهم كيدخلوا الميدان وكيوقفوا المباراه وبلا بلا بزاف ديال الهضره. هو ما شاف كاع داك الدري الصغير اللي تا هو دخل قال لك بيتصور مع الفاريز وغادي يدور عليكم بالواضح في صوره واضحه وتوقفت المباراه. المهم كيحاول ما امكن يغطي على الاخطاء ديالو. غنشوف دابا اليوم ميسي اللي خرج في ستوري في الانستغرام اللي قال هذا غير عادي. فاشنو هو اللي غير عادي؟ بالواضح اي واحد كيخدم الدماغ ديالو، اشنو هو اللي غير عادي وغير عادل؟ ان واحد الفرقه لعبه ب 12 لاعب وواحد الفرقه لعبه ب 11 لاعب اللي هي المنتخب الوطني المغربي، والارجنتيني لعب 12 لاعب اللي 12 ديالهم هو الحكم. غير يجوي غير المنتخب الوطني اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي غير يقيسوا اللعب ديال الارجنتين كتعطي صفراء، على عكسهم هما راه كيبان لي بحال ديك الضربه اللي كلا اخ النوس، وبزاف ديال التدخلات واصله بهم حتى الحمراء. كاين اللي ديجا شد الصفر خاص تعطى الحمراء وما تعطاتوش، وكيتغاضى على بعض اللعابه اللي كيستحقوا الصفراء مع المنتخب الارجنتيني وما كتعطاهمش، على عكس المنتخب الوطني المغربي. يلا كيجي كيدوي بحال ديك اللقطه ديال المحكجوي اللي دار واحد الماتش اللي كبير صراحه. يلا سي بيدوي ويسق لي صفراء، راه تا هو كيطالب كيقول لي شوف خنوس هكا تا هو سق لي صفراء باش كتعرف انه واحد التحيز. وهذا الشيء من مين تا هو كاين من 2018 2022 ضد المنتخب الفرنسي، وحاليا كطرا معنا عاود ثاني. فهاد التحيز هذا راه والله الا بزاف. وناهيك على الصحافه العالميه اللي خرجت طيطي في المنتخب الوطني المغربي، واكثريه هي من الصحافه الاسبانيه. بالنسبه للايجابيات ديال المباراه هي ان كاين شي لعابه اللي تبارك الله ما شاء الله لعابه الطوب اللي بانوا في هذه المباراه، ديال اللعابه اللي قدوا يعطوا مستقبلا مع المنتخب وحاليا مع الاولمبيات، واللي عندهم واحد المستقبل اللي زاهر بحال اخوماش ترغالين. تبارك الله اللعابه داروا واحد الماتش اللي كبير اللي بينوا على القوه ديالهم وعلى الحب ديالهم للمنتخب الوطني المغربي. والمشاكل اللي كانوا عند المنتخب الوطني المغربي، اول مشكل اللي كان هو ديال الانسجام، يعني خصوصا في البدايه ديال المباراه ما كاينش واحد الانسجام. المهم الحق ورجع لمواليه. الربح كان كيستحق المنتخب الوطني المغربي اداء ونتيجه. الفوز على المنتخب الارجنتيني طابت تاريخيه، اول فوز على المنتخب الارجنتيني